الناس اللي كتقلب على شي وصفه باش تسحر ويدوزوا النهار يا سلام، لا عطش لا جوع. اجيو تشوفوا هاد الوصفه ديال الريب البلدي كيجي يا سلام. كي كتشوفوا معايا كنحتاجوا جوج ديال دانون فاني، نسيطرو ديال الحليب بارد، ونسيطرو ديال الحليب كنطيبوه وكنزيدو فيه 3 ديال المعالق السكر على حسب الاختيار ديال كل واحد بيان سور. ونسيطرو الحليب الاخر اللي بارد كنخلطوه مع جوج ديال الفاني. كي كتلاحظوا رايب واحد درت به ديال الكيسان ودرت به حتى تاع القرعه، وغادي نخلي هذا الخير 12 ساعه ومن بعد ندخلو للثلاجه. دابا ندوزو للوصفه السحريه اللي بنفس الرايب ديال القرعه. كنحتاجو الا مطحون، الشوفان مقلي، والزنجلان مقلي، وزريعه الكتان مقليه، وزريعه نوار الشمس، وزريعه القرعه، واللوز والقرقاع والزبيب والتميرات من الفوق. جربوا هذه الوصفه غتخليكم دوزوا النهار يا سلام، وعقلوا عليا مزيان، ورمضان مبارك. ان شاء الله بمناسبة رمضان عصير في الدقائق الاخيرة كيف العادة. كي كتلاحظوا جوج حامضات خليتهم يتكونجلاو واحد شوية، زدتهم شوية ديال النعناع، واحد 3 ديال المعالق ديال السكر على حسب الاختيار بيان سور. وكيف العادة كنضيف الماء، يترو ديال الماء، وتنميكسيه غير شوية باش ما يطلقش المرورة ديالو. ومن بعد كنصفيه، كنعاود نرجعو ونطحنو مع نص بنانه ونص تفاحه، وكيطلع عصير يا سلام ولذة فيه لا تقاوم. عصير ديال مائدة الافطار ان شاء الله. وراكم كتعرفوا عصير ديال الحامض كيجي زوين وكيخفف علينا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورمضان مبارك كريم. الطواجين البصمة وبطريقة جديدة وبطريقة عجيبة ويا سلام. خليكم مع الوصفة. كتلاحظوا كنحتاجو شوية ديال اللحم، بصيلة، بزار وملحة والخرقوم البلدي، وشوية ديال الكرفس واللفت والبصيلة وشوية الملحة من الفوق، وكنسد بالبطاطا، وكيجي طاجين ناضي كناضي بالصحة والعافية. وجربوه راه غادي يعجبكم والله. الا واحد لوغو فيه طوب طوب طوب. تحياتي لكم. والنغمة كيف العادة مضمونة. ما نساوش الدنجال في رمضان. الدنجال تيعطي واحد لوغو يا سلام. كي كتلاحظوا كنديروه بواحد الطريقه اللي هي سهله. كنشد دنجاله وحده، كنشرطها على هذا الشكل هذا، كنبيكيها بشويه ديال الثومه، زيت العود، شويه الملحه، وشويه ديال الزعتر، وكندخلو الفران حتى كيطيب ليا. بعد ما كيطيب ليا كنزيد عليه صوص طوماط، وكنرافقو باش ما بغيت يا الكفته يا اي حاجه متوفره عندكم. كتلاحظوا انا درتها بطوماط سوريز وشويه ديال الفلفله حاره. وممكن توجدوها قبل الاذان غير بواحد ربع ساعه. تحياتي لكم وعشرة مباركه وبالصحه والعافيه. اليوم غنبريباري معكم واحد الطويجين ديال اللفت بالربيع ديالو. وبزاف الناس كيرميو هذاك الربيع، حنا لا، اليوم غادي نبريباريوه بالربيع ديالو. وسيرتو اللفت يكون صغير باش يطلع لنا الطاجين ديالنا بنين. كنقطعوا الفيته صغيره كنديروها هي الاولى في الطاجين، كنضيفوا عليها شويه ديال البصله وشويه اللحم
وكنضيف شويه ديال الثومه وشويه ديال العطريه وشويه ديال الملحه والبزار وقزبور حبوب مطحون وشويه ديال زيت الزيتون، وكنسد عليه بالبصيله ديالي وكنضيف عليه شويه ديال اللفت، ما كنقطعو ما والو، كنخليه على هذا الشكل هذا. تنضيف عليه نفس العطريه اللي درت في الاول، كنديرها من الفوق شويه شويه، وكنضيف عليه في الاخير الزيتون، وكنسد على الطاجين ديالي على فوا يعني في دقه واحده، وكنخليه يطيب على خاطرو في نار مهيله وكيطلع يا سلام. جربوا هذه النغمه، هذه راه نغمه والمعنى ديما حاضره. بالصحه والعافيه، طويجين ديال هذا البرد هذا راه يا سلام. والسلام عليكم. اليوم غنبريباري واحد النقيله ناضيه ومغايره تماما، صحيه ودغيا كتوجد. كيحتاجوا لي زاريكو والفول، زيت الزيتون والخليع. الخليع كيجي ناضي في هذه المقيله هذه، وجربوها. لا ماركه هي كتشوفوها لو بومبو، شي حاجه ناضيه كي كتلاحظوا. اللحم ديالها فتي وزوين، وفي المذاق يا سلام. كنضيف الثومه، شويه ديال الربيع، وزيت الزيتون الوزانيه الاصيليه، وشويه ديال الملحه والبزار، شويه ديال القزبور حبوب، ومعلقه صغيره ديال البابريكا، وشويه ديال الزعتر. وكنسدو عليها وكنخليوها طيب بطريقه مهيله. كي كتلاحظوا داكشي كيطلع يا سلام، راه ريجيم وكتطلع طوب. بالصحه والعافيه، وكيف ديما كاين المعنى. فوق الصيف كنا كنحتاجو لي سلطه بحال الصلاه اللي قديت اليوم. سلطه ساهله، سلطه مغربيه، زدها الافوكا وصوص سيتروناد بقزبور كوريوندر. كي كتلاحظوا لاصوص ديالي ساهله. لا فينيغريت كنقادها بزيت العود، الحامض، ملحه والبزار وقزبور. عندكم سيبوليت حتى هي غتمشي مع هاد لا سيتروناد 100% غتعجبكم. وما تنساوش تردوا عليا. بالصحه والعافيه.